احيانا بيكون في شغل، شريك، اصدقاء، قرايب بيضايقوك، وانت طول الوقت عمال بتبذل مجهود علشان هما يتغيروا فيحبوك، يقدروك او يتعاملوا معاك كويس. خليني اقولك على حاجة افضل. انت بس محتاج انك تلبس النضارة وتشوف بعمق من جواك انك مش سعيد في الشغلانة ديت، وانك عمال تحاول على الفاضي علشان تقنع نفسك ان هي دي الشغلانة المناسبة وان ازاي تبقى سعيد فيها، في حين انك بس محتاج لو بصيت نظرة بعمق ان مش هي دي الحاجة اللي بتسعدني. ممكن تكون احسن وظيفة في الدنيا بس مش مناسبة بالنسبة لي انا. ممكن تكون عمال تحاول وتبذل مجهود وعمال تتخانق مع الشخص ده علشان ان هو يقدر يتغير. بص نظرة من جواك انك مش قادر تكون سعيد مع الشريك ده. في مليارات من الشركاء التانيين، مش اخر العالم ان هو ده الشريك اللي انت واقف عليه. ممكن يكون في اصدقاء عمال تحاول ان هم يقدروك، وان انت عمال تكون جدع معاهم بزيادة وعمال تقول لهم عملوني احسن، قدروني، وهم مرة كده ومرة كده، ومش بتوصل معاهم للنتيجة اللي انت بتبقى محتاجها. انت بس محتاج انك تلبس النضارة وتقول انا مش سعيد معاهم، مش هم دول الاصدقاء اللي هم بيشبهوني، مش دول اللي روحي بتكون مبسوطة معاهم. حتى لو كانوا اصدقاء قدام، ما في كل مرحلة من مراحل عمرك بتتغير وعيك وبتغير متطلباتك وبتتغير نظرتك للحياة. بص نظرة بعمق حقيقية وقول لنفسك انك مش سعيد في الحاجات ديت، وابتدي دور على الحاجات اللي بتساعدك. الوظيفة، هتقولي مفيش حد بيشتغل الوظيفة اللي بيتمناها. لا، انت لو اشتغلت على نفسك صح هتشتغل الوظيفة اللي انت بتتمناها. ولو اشتغلت على نفسك وعلى الجوانب المظلمة اللي فيك هتكون شخص ونسخة افضل من القديم. ولما هتعامل نفسك بتقدير وبحب وباحترام هتلاقيهم في أصدقائك. خلي نضارتك دايما واضحة ولمعها من وقت للتاني. يومك جميل.